ومع التقرير الأخير للمتسابق الأخير عبد الحفيظ وابنه مدثر. فرحت قوي لما وصلت للمرحلة النهائية من البرنامج ده. أنا أصلا ما كنتش مصدق نفسي لما قبلت في البرنامج من الأول. الناس هي اللي شافت علاقة مختلفة بيني وبين مدثر، وكمان الناس هي اللي حسستني إن أنا ينفع أكون الأب المثالي. مع إن لما كنت أشوف عيل صغير ماشي مع أبوه كنت بستغرب العلاقة دي. أصل اتحرمت من عطف الأب وأنا صغير، واتحرمت من الإحساس بالأمان مع الأب. بس مع مدثر اكتشفت إن اللي اتحرمت منه طول حياتي أقدر أديه لابني، وقدرت معاه قيمة الحب. مدثر بالنسبة لي أكتر من ابني، هو المراية اللي بشوف بيها حياتي، وهو اللي حسسني إن أنا ينفع أكون أب، وكمان أحسن أب. اللي حاسس بيا إن أنا أستحق اللقب ده يصوت لي على رقم 3. أنا وحش، أنا جاحد، أنا ما ينفعش أبقى أب، أنا أب زبالة. أنت أب زبالة. مالكش أنت دعوة، أنا بكلم نفسي. ودلوقتي هنشوف العروض اللي هيقدمها كل أب مع ابنه، واللي هتعبر عن علاقتهم ببعض، واللي هيتعاونوا في تقديمها قدام الجمهور. وأول شو معانا النهاردة لمنير وابنه دالي. بتاعنا عايزين شو أكتر من رائع لمنير وابنه دالي. بنتمنى لهم كل التوفيق. وتعالوا نروح نسمع رأي لجنة التحكيم. مدام علا اتفضلي. الحقيقة أنا كعلا رئيسة المسابقة مش متفاجئة، يعني صح مش متفاجئة؟ متفاجئة بالنتيجة طبعا، لأن أول ما شفت منير ودالي توقعت إنهم إن شاء الله هيفوزوا في المسابقة، لأنهم فعلا من المبدعين. شكرا مدام علا رئيسة لجنة التحكيم. ما تنسوش تصوتوا لمنير على رقم 1. والشو اللي بعده هيقدمه لنا مجاهد وبنته صفا. محسوبكم مجاهد صعيدي للأصول فهمان، قالولي لما تخلف لازما تجيب صبيان، لكن رب العباد حكم أمر وشاء إني أخلف بنية وسميها صفاء. أول ما جال الخبر أنا حصل تشك، لاموني أهل البلد ظلموني عملوا بلوك. أنا قلت ليه يا زماني بلتني ببنية، يا ريتني جبت ولد ياخد بإيديا. وصفاء كبرت أمامي من يومها عدلة مسؤولة، في البيت وديعة وفي الفصل دايما بتطلع الأولى. ربك كرمني بجنيس علمي وأدب فطنة وذكاء، دي البت طلعت أصيلة
وابني اتولد فيه ابتلاء. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي، خدها مني نصيحة، اسقي عيالك حنان، كل اللي طالبينه منك حب ومودة وأمان. يا ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي. مش تبعنا دول؟ تبعنا دول طيب. مش بتوعنا. ماشي. مواهب غير متوقعة على مسرح برنامج أحسن أب، وأحب أسمع رأي لجنة التحكيم. أستاذ توفيق اتفضل. الحقيقة أنا مبسوط جدا من اختيار مجاهد وصفاء من خلال تقديمهم للعرايس المتحركة الممزوجة بالفولكلور والفن الشعبي الأصيل. اخلص يا استاذ توفيق. خلاص. طب هو بيعيط ليه بس؟ منفعل قوي. انا طبعا ما حدش سالني عن رايي، انا مش مهتمه، يعني مش مستنيه حد يسال، لان انا كدكتوره فدوى انا هعلق بشكل عام. يعني انا شايفه ان الاطفال في الاول اول ما وصلوا البرنامج كان في حاله تيبس، يعني لاني بقرا البادي لانجوج كويس جدا، كان في حاله تيبس. لا دلوقتي انا شايفه ما شاء الله الناس بتمثل وهي سايبه ايدها، يعني الناس عامله مشروعات، عاملين رسومات، عاملين حاجات وهم سايبين ايدهم. جود لك منك لله، عادتني. بس مش ليك. ودلوقتي مع العرض الثالث، عبد الحفيظ وابنه مدثر. احنا ما اخترناش قدرنا، بس قدرنا اختار لنا بعض. رحنا لفينا وبعدنا ورجعنا تاني كأنه وعد. كنت اخويا في وقت قالوا الاخوات في العيلة بس. طب ما انت عيلة مش بالقرابة، باللي في القلب يتحس. عديت معاك ايام غريبة كبرنا فيها مش بالسنين. ده احنا شوفنا حاجات عجيبة قربتنا احنا الاتنين. احنا ما اخترناش قدرنا، بس قدرنا اختار لنا بعض. رحنا لفينا وبعدنا ورجعنا تاني كأنه وعد. واللي جاي اكيد ده اكتر من اللي عشنا واللي فات. حالف اني اعيش واكبر داري في دارك من سكات. احنا ما اخترناش قدرنا، بس قدرنا اختار لنا بعض. رحنا لفينا وبعدنا ورجعنا تاني كأنه وعد. احنا ما اخترناش قدرنا، بس قدرنا اختار لنا بعض. رحنا لفينا وبعدنا ورجعنا تاني كأنه وعد. احنا ما اخترناش قدرنا، بس قدرنا اختار لنا بعض. رحنا لفينا وبعدنا ورجعنا تاني كأنه وعد. ابو صعب ابو صعب اكيد.